طب كلينيكال، هنا التركيز مختلف شوية. هنا انت بتدرس الصيدلة من منظور علاجي شامل، يعني انت مش بس بتفهم اسم الدواء، لا انت بتعرف ازاي تختار الدواء ده بالذات للمريض ده بالذات، بتشوف تحاليله وبتشوف حالته وبتختار الجرعة المناسبة ليه، بتبص على الأدوية اللي هو بياخدها وهل عنده أمراض مزمنة، وبتشوف الأدوية دي فيهم تفاعلات ولا لأ، وبيساعد الدكتور في إن هو يكتب الروشتة الصح، وبيفضل متابع حالة المريض مع الفريق الطبي في المستشفى. يعني انت ككلينيكال شغلك اكتر هيبقى في المستشفيات، في وحدات الاورام، في العنايات المركزه، غير شغل فارم دي كان يبقى اكتر في المصانع وفي الصيدليات. بس انت برضو تقدر تشتغل هنا، بس هو ما يقدرش يشتغل زيك. هو لو حب يدخل في نظام الكلينيكال والمستشفيات هيحتاج يعمل دبلومه الكلينيكال سنتين، بس احنا خدناها من قصرها ودخلنا كلينيكال على طول. طب اختار ايه انا دلوقتي؟ لو بتحب التحاليل والتفاصيل وانك تقعد قدام ملف مريض وتشوف الدواء ده يتاخد ولا لا، الحاجة دي صح ولا غلط، وبتحب تبقى وسط الدكاترة والتمريض وجو المستشفيات، فكلينيكال هي أنسب ليك. لو بتحب الصيدليات والتصنيع والشركات إنك تشتغل في بيزنس أو مبيعات، فجنرال أو فارمدي هو الأنسب ليك. رابعا، الشغل بعد التخرج، وأظن دي تاني نقطة مهمة وانتوا بتسألوا عليها كتير. في فرص كتير طبعا، منها الشغل التقليدي اللي هو في الصيدلية، ممكن انك تشتغل موظف دعاية طبية في شركة، تشتغل في مصانع الأدوية في الإنتاج والكواليتي، ممكن تعمل ماستر أو دكتوراه وتشتغل في البحث العلمي أو التدريس. واللي هيدخل الكلينيكال قادر يشتغل في كل ده بلس معاه شغل المستشفيات. وممكن تسيبك من كل ده وتفتح مشروعك الخاص، يعني تفتح صيدليتك، تعمل بيزنس، وانك تفتح براند كوزموتك خاص لنفسك، او انك تشتغل اونلاين. طب هل الصيدله بقى ليها مستقبل ولا انتوا بتضحكوا علينا ودكاتره دكاتره وخلاص؟ السؤال ده مهم جدا وللاسف اجابته مش باه او لا. لو دخلت الكليه وانت فاهم انت دخلت ليه وعايز ايه وطورت نفسك وخدت كورسات وسبقت زمايلك بخطوات، فانا اضمن لك ان انت هتبقى ليك مستقبل باهر باذن الله. لكن بقى لو انت دخلتها عشان مجموعك جاب صيدله وخلاص وهي جت كده، فللاسف 90% هتوه في السكه، وهتاخد ال5 سنين او ال6 سنين في 12 سنه. الصيدله مش جنه، بس هي برضو مش جحيم. هي مجال مرن جدا، ممكن تمسك فيها سكه وتبدع فيها، او ممكن انك وتضيع لو مركزتش. في النهاية يا رب أكون رديت على كل الأسئلة اللي عندكم وهديت الدوشة اللي في دماغكم شوية، ولو عندكم أي استفسارات تانية سيبوها لي وأنا هرد عليكم.